تخيل تبقى عندك موهبة تخلي الناس كلها تنبهر، بس انت بنفسك شايف انك ولا حاجة. بنت عايشة طول عمرها بتحاول تختفي لحد ما حد واحد بس يشوفها بجد، ومن هنا حياتها بتتقلب بين الخوف وبين فرصة تغير كل حاجة. فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها لينور، بنت عايشة جوه دماغها أكتر ما هي عايشة في الدنيا، وبتفكر بطريقة غريبة شوية عن باقي الناس. بتطرح فكرة كده بتدور حوالين إن الواحد ممكن يبقى مش موجود وسط الناس، وكأن وجوده ملوش تأثير. بالنسبة لها الموضوع مش سحر ولا قوة خارقة، ده أسلوب حياة، إنها تختفي وسط الزحمة. لينور بتمشي في حياتها على المبدأ ده حرفياً، لابسة دايماً أسود في أسود، بتحاول تبعد عن أي تواصل بصري مع أي حد، وبتداري نفسها في الكتب والكشاكيل كأنها بتستخبى وراهم. بتتجنب أي نشاط جماعي، وما بتحبش تكون جزء من أي تجمع. حتى مشيتها نفسها فيها انطواء، راسها في الأرض وكأنها بتعتذر عن وجودها. كل تصرفاتها بتأكد إنها عندها خوف شديد من الناس وقلة ثقة كبيرة في نفسها. على النقيض تماماً أمها كارين، ست مختلفة عنها 180 درجة، مهتمية بنفسها جداً، رياضية طول الوقت، وبتظهر بشكل يخلي أي حد يشوفها يفتكرها أصغر من سنها بكتير. الفرق بينهم واضح جداً، لدرجة إن أي حد يشوفهم مع بعض ممكن يتلخبط في مين الأم ومين البنت. لينور بتدخل أوضتها، واللي مش شبه أوض كلها الأطفال شيك العادية خالص، ومميزة، دي عاملة زي والمفاجأة مشغل إن أزياء كل صغير، قطعة هدوم فيهم من كتير. تصميمها هي. عندها موهبة حقيقية، بس رغم كده بتخبي كل حاجة في الدولاب، ومش بترضى تلبس غير الأسود لأنها مش شايفة نفسها حلوة وبتخاف من كلام الناس وتنمرهم. في المدرسة حياتها مش أسهل بكتير. مدرسة لطيفة اسمها ميلر بتطلب منهم يشتغلوا في مشروع جماعي، وده بيكون كابوس بالنسبة للينور اللي بتحاول تهرب وتشتغل لوحدها، لكن طلبها بيرفض. في نفس الوقت بتدخل بنت جديدة اسمها كايلا، شخصية عكس لينور تماماً، اجتماعية، مرحة، واثقة في نفسها بشكل واضح، ومش فارق معاها رأي حد، حتى مع إنها مش بالنمط التقليدي للجمال. المدرسة بتقرر تجمعهم مع بعض في نفس الفريق، وده بيكون بداية علاقة غريبة شوية. لينور مش مرتاحة خالص للفكرة، لكن كايلا العكس، داخلة بحماس وفضول. ومع الوقت كايلا بتزور لينور في البيت، وهناك بتكتشف عالمها الخاص، العرايس الكتير اللي عندها والهدوم اللي بتصممها بنفسها. كايلا بتنبهر جداً بموهبة لينور، وبتشوف فيها حاجة كبيرة، حاجة لينور نفسها مش شايفاها. وبعد شوية إلحاح بتنجح إنها تخليها توافق تصمم لها فستان، ومن هنا العلاقة بينهم تبدأ تتغير واحدة واحدة. في المدرسة بيظهر جانب تاني من الضغط، بنت متنمرة اسمها سيلفي، دايماً بتضايقهم وبتسخر منهم، لكن كايلا بتواجهها من غير خوف وبترد عليها بثقة، عكس لينور اللي بتفضل ساكتة. لما لينور بتخلص فستان كايلا بيكون مختلف وجريء، ولما كايلا بتلبسه في المدرسة الكل بينبهر بشكلها. فجأة الأنظار كلها بتتوجه ناحيتها، والفضول يبدأ حوالين الفستان، ومعرفة إن لينور هي اللي صممته بتخلي الكل يبتدي ياخد باله منها. موهبة لينور اللي كانت مستخبية بتبدأ تظهر للنور، والناس تبدأ تطلب منها تصاميم حتى لو بشكل سري. ومع الوقت لينور بتلاقي نفسها واقفة قدام الفصل عشان تعرض مشروعها، لكن خوفها بيشلها وبتبقى مش قادرة تتكلم. في اللحظة دي كايلا بتدخل وتنقذ الموقف، وبتكمل العرض معاها بثقة، وبتدافع عنها قدام أي حد يحاول يقلل منهم. العلاقة بينهم بتقوى أكتر، وبتتحول من مجرد مشروع دراسي لحاجة أقرب لصداقة حقيقية، حتى لو لينور مش معترفة بده بشكل صريح. ومع كل يوم كايلا بتلبس تصميم جديد من شغل لينور، وبتبقى زي واجهة لموهبتها، لحد ما في يوم بتوريها إعلان عن مسابقة كبيرة لتصميم الأزياء، فرصة حقيقية لأي حد عايز يثبت نفسه. كايلا بتشوف إن دي فرصة لينور الحقيقية، وبتحاول تدفعها تشارك، لكن لينور بتتراجع، خوفها بيغلبها، وبتفضل شايفة نفسها أقل من إنها تدخل منافسة زي دي. ومع إصرار كايلا بيبدأ جواها صراع بين خوفها من الناس ورغبتها إنها تثبت لنفسها إنها تستحق. في الوقت ده بتدخل ميلر وسط الشلة، وبتبدأ تضغط على كايلا عشان تقنع لينور تشارك في المسابقة، لأن لينور كانت قافلة دماغها ومش عايزة تسمع لأي حد. كايلا وميلر يفضلوا يزنوا عليها ويقنعوها إن الفرصة دي ممكن تغير حياتها ومش بتتعوض. ولينور في الآخر بتطلب وقت تفكر، لكن كايلا ما بتسيبهاش وراها لحد ما أخيرا توافق تشارك.
وفي يوم عادي في المدرسة وهم ماشيين بيشوفوا شوية ولاد بيتنمروا على بنت ضعيفة، وفجأة تظهر بنت على كرسي متحرك اسمها ميا. شخصيتها قوية جدا وبتتصدى لهم وبتخوفهم لدرجة إنهم يسيبوا الشنطة ويجروا. بعدها اطمن على البنت اللي اسمها دايموند، وساعتها كايلا ولينور ينبهروا بشخصية ميا ويتعرفوا عليها. وفي نفس الموقف بيظهر ولد اسمه نوح، كان مستخبي من الخوف، ولما يتأكد إن المتنمرين مشيوا يخرج. لينور تسأل دايموند عن سبب التنمر، فتوريهم التيشيرت اللي لابساه تحت هدومها واللي شكله طفولي جدا، وبتوضح إن مامتها هي اللي بتجبرها تلبسه، وده بيخليها عرضة لكلام سخيف من زمايلها. كايلا تجيلها فكرة تجمع الشلة الجديدة دي وتعرض عليهم موضوع المسابقة، وبالفعل يوافقوا يساعدوا ويروحوا كلهم بيت لينور. وأبوها يستغرب من العدد ده، لكن لينور تشرح له الموضوع وإنهم فريقها في المسابقة. بعدها تدخلهم أوضتها وتبدأ تاخد مقاساتهم عشان تصمم لهم هدوم العرض. الأجواء تبقى حلوة، ولينور تجيب لهم أكل، وأبوها يقعد يهزر معاهم لحد ما الأم كارين ترجع وتتفاجئ بالزحمة وتحس إن حياتهم اتقلبت فجأة. كايلا تلاحظ إن الأم متضايقة فتلم الشلة وتمشي. بعدها كارين تشيل الأكل من قدام لينور وهي لسه بتاكل، وتبدأ تضغط عليها بموضوع الوزن وتفكرها بالفحص الطبي الجاي وإنها لازم تخس. لينور تحس بخنقة شديدة وتحس إنها مش عارفة تعيش زي باقي الناس، فتسيبهم وتدخل أوضتها. الأب يلوم الأم على أسلوبها القاسي، لكن التوتر يفضل موجود. تاني يوم لينور تروح المدرسة بالتصاميم الجديدة وكل الطلبة ينبهروا. ميلر تتولى تصوير السيشن وتجيب تشارلي المصور الموهوب واللي واضح إنه معجب بلينور من زمان. يبدأ التصوير، وفي نفس الوقت بنت اسمها سيلفي تلاحظهم وتطلب تشارك، لكن بتبان عليها نية مش كويسة. بعدها الشلة ترجع البيت وتكمل تجهيزات التقديم، ويقرروا اسم البراند إمباير ويست. الحماس يكون عالي جدا، لكن في الفحص الطبي لينور تكتشف إنها زادت في الوزن، وده يحبطها جدا. وبعدها في المدرسة تتصدم لما تلاقي صور السيشن متعلقة في كل مكان ومعاها تعليقات سخيفة عن شكلها، فتنهار تماما وتدخل في نوبة هلع وتتنقل للمستشفى. هناك أمها تعرف بموضوع المسابقة وتطلب منها تنسحب فوراً بحجة إن الناس هتحكم عليها من شكلها مش شغلها، وتقنعها إن الدنيا قاسية ولازم تحمي نفسها. لينور تقتنع وتقرر تنسحب وترمي تصميماتها في الزبالة، لكن كايلا تلاقي الكراسة وترجعها وتروح تواجه سيلفي وتفضحها وتحذرها تبعد عن لينور. في البيت الأب يهاجم قرار الأم ويقول إنها بتدمر بنتها، لكن الأم تفضل مقتنعة برأيها. لينور ترجع المدرسة وهي مكسورة ومش عايزة تتكلم مع حد، لكن تشارلي يقنعها ترجع للمسابقة وما تسيبش حلمها، وده يخليها تفكر وتوافق تاني. كايلا تفرح جدا وتبدأ تشجعها تهتم بنفسها وتلبس من تصميماتها. وفعلا يوم السيشن الجديد لينور تظهر بشكل مختلف وجميل وتلفت نظر تشارلي، لكن لما يحاول يقرب منها زيادة هي تتضايق وتمشي. بالليل كايلا تواسيها وتحكي لها قصتها مع الأكل والضغط اللي كانت فيه بسبب أمها، وإزاي ده خلاها توصل للحالة دي، وتأكد لها إن أي حد من حقه يحب ويتحب مهما كان شكله. بعد كده في حفلة المدرسة لينور تظهر بإطلالة جديدة وتبدأ تستعيد ثقتها وتدي فرصة لتشارلي، لكن فجأة صور محرجة لكايلا تنتشر وسط الحفلة وده يكسرها جدا وتسيب المكان. لينور تحاول تلحقها، لكن كايلا ترفض وتبعد، ومن بعدها تختفي من المدرسة. لينور تروح تواجه سيلفي مرة تانية وتكسب المواجهة دي، وكمان واحدة من أصحاب سيلفي تسيبها وتنضم للينور. بعدها لينور تروح لكايلا في البيت وتقنعها ترجع وتقول لها إنهم بدأوا سوا ولازم يكملوا سوا، وكايلا توافق أخيراً. يجي يوم المسابقة والأم تحضر وكلهم يعرضوا شغلهم، لكن المفاجأة إن لينور ما تفوزش. الغريب إنها ما تزعلش، بالعكس تكون فخورة بنفسها وبأصحابها. وفي النهاية شركة كبيرة تعجب بتصميماتها وتقرر تشتريها، وده يكون الانتصار الحقيقي ليها وتبدأ طريقها فعلا. العبرة من الفيلم والرسالة اللي بتوصل: النجاح مش مرتبط بالشكل ولا لازم تبقى مثالي، المهم تؤمن بنفسك وتلاقي ناس حقيقية تدعمك في رحلتك.